انت فاكر لما تبعت بيانات من جهازك لجهاز تاني البيانات بتوصل مرة واحدة؟ لا يا هندسة، البيانات دي بتتقسم لقطع صغيرة خالص اسمها الباكت. تعالوا نفهم مع بعض يعني ايه باكت. بص يا سيدي، الباكت جزء لا يتجزأ من الداتا. بدل ما نبعت ملف كبير مرة واحدة بنقسمه لقطع صغيرة، وكل قطعة من القطع دي شايلة راحة فين، جاية منين، وجزء من الرسالة اللي هي طبعا الرحلة. تعالوا مع بعض بقى نشوف الرحلة. أول خطوة في الرحلة وهي إن جهازك نفسه بيقسم الداتا، بيحولها للباكتس. الباكتس بتروح فين؟ بتروح للراوتر وتبدأ تعدي من راوتر لراوتر، من راوتر لراوتر، وبعد ما بتوصل للسيرفر بيبدأ السيرفر يجمعهم. بيتجمعوا هناك، وبعد ما بيتجمعوا الرد بيرجع لك بنفس الطريقة اللي تم إرسال بيها الملفات. المفاجأة بقى إن الباكت مش لازم تمشي في نفس الطريق، وكمان مش لازم تروح بالترتيب. وهنا يجي دور مين؟ التي سي بي، ترانسميشن كنترول بروتوكول، وده المسؤول عن الترتيب والتأكد من صحة الوصول. التي سي بي بيرتبهم ويتأكد ان كله وصل وصح. يعني ببساطة الانترنت طلع كله شغال بنظام الدليفري، مش بس مباشر زي ما كنا فاكرين. لو استفدت اعمل لايك وشير وفيد غيرك عشان غيرك وصلت معايا للنهاية. انا عايز اقول لك انا هعمل في الفترة اللي جاية دورة كاملة عن السي سي ان ايه. اثبت حضورك واكتب لي سي سي ان ايه عشان لما اول حلقة تنزل ابعتها لك في الكومنتات. مع السلامة.